وشي رات عليه بالعود ديال الكراطه على راسو نيشان، وهو الصراحه غير ساكت وما كديرش، ولكن انا درتها. واش نعذب ولي ديك الحاجه اللي عملتها انا، ولكن ملي كنديرها ما كندمش حيت انا عارفه راسي علاش عملتها. دابا انا كنضرب على المصلحه ديالو. انا داك الميكا اللي دايره من الفوق غنخليها دير وحده اخرى من التحت. قبل ما نبدا بغيت نشكر كاع المشتركين الجدد. ما تخيلوش شحال كتفرحوني. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على تشجيعاتكم، واللي جا جديد ما تحرمناش من رايك ودير لينا ابوني. هاد الاسبوع دار العرسان ما بقاش فيها مكان للضحك، بل ولات مسرح المحاكمات الجماعيه وتنمر وعنف كيتجاوز كل الحدود. اليوم غادي نكشفوا كيفاش تحولت إيمان من مظلومة لمعتدية في عيون الناس، وغادي نحطوا النقاط على الحروف قانونيا وأخلاقيا. شكون اللي غلط وكيفاش الإنتاج استدرج الكل الفخ لا مفر منه. هادشي اللي غتشوفوه دابا هو تحليل دقيق لسقوط برنسيسا وفضيحة الكواليس اللي ما بغاوكمش تعرفوها. بداية التحول كانت ملي مول الدار عطى مهمة مولات الدار لإيمان وعماد. هذه كانت هدية مسمومة. إيمان اللي كانت كتعاني من الضغط ديال الحقرة خدات المهمة بآلية الدفاع عن النفس وبغات تفرض السيطرة ديالها، لكنها وقعات في غلط استراتيجي خلات المشاعر ديالها تسيرها. عماد الزوج ديالها حاول يمارس دور العقل، ولكن إيمان بسبب الضغط النفسي تحولت من مرأة باغا تدافع على كرامتها لمرأة كتمارس العنف. هنا إيمان وقعت في الفخ القانوني. أي اعتداء جسدي أو لفظي مهما كان نوع الاستفزاز كيعطي الحق للطرف الآخر باش يشتكي قانونيا. إيمان هنا خسرات التعاطف ديال الجمهور اللي كان كيشوف فيها ضحية ولاو كيشوفوا فيها معتدية. هذا الجزء كيضحك حيت كيشبه شوية الشكامة اللي كنا نديرو في المدرسة ملي كنا صغار. سمعوني مزيان، مورا هادشي ألمانيا وتونات داروا دور الشكام. بلا عجز جراو له غرفه المعزوله كيف مطلب منهم مول الدار وعاودوا لمول الدار كل شيء. الشيء اللي وقع في الفيلا باش نعرف الاجراء اللي غادي نتاخذ. الاجراء اللي غادي نتاخذ نتوما غادي تعاونوني فيه، واش بلا ما نقول لكم شنو وقع في الفيلا كنتمنى نتوما تعاودوا لي. نقول لك شنو وقع. شكون يهضر؟ بحال نقدر حتى نهضر انا، ما عندي حتى شي مشكل حقاش داكشي شفتو بعينيا. انا كان حدايا داكشي يعني ونشهد، انا ديما كنقول نشهد بالحق. دابا هو جا كنا لهي كنديروا خدمتنا، تلتحق علينا طنجه عماد باش يقلب ما عرفتش كيفاش غادا الامور وداك الشيء. المره الاولى ثاني من بعد رجع شويه التحقوا علينا بجوج. كنا حنا لتحت كنجفوا، الدراري كيجفوا، حنا كنديروا خدمتنا في الطواليط. شكون بجوج؟ لا كان سفيان ومرته خدامين في الطواليط. والكوبل ديال تاونات ريم والد كنا كنسيقوا الفيلا كامله. فاش وصلنا حنا للاخر كنا تقريبا حدا الباب، جا عندنا هو المره الثانيه دخل هو في الاول كيفيريفي معنا شنو كاين، واش خاصنا شي حاجه في البرودوي شويه، حتى تبعاتو هي وقالت له واحد المصطلح ما خصوش يتقال، نقولوا ماشي مشكل. لا 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 انا ما كنسمعلكش، انا ما كنسمعلكش. انا كنسمع لكم، قولوا اللي بغيتو. المهم انا كنسمع، انا عارف اش وقع، مي بغيت نسمع من عندكم. كلشي جلس، كلشي ارتاح، ريم جلسي، كلشي جلس، كلشي ارتاح، وعاودوا لي انا كنسمع لكم. قلت لك صافي، ودخلت هي وقالت واحد المصطلح لراجلها ماشي هو هذاك، دارت فيه، قالت له فاش نكون كنهضر انا ولا كنقول شي قرار ما تبقاش تدخل، وهذاك شغلي انا نتحكم كيفاش ما بغيت. وطارت عليه دفعاتو مع الحيط، تتقرقب راسو مع الحيط، وبقات كتقول ما تدخليش في الشؤون ديالي. انا هضرت معاه قلت له ما تفرجش في التلفازه، صافي سكوت، انت ما تهضرش، انا اللي كنتحكم، انا اللي كنسير، انا اللي كذا. وشيرات عليه بالعود ديال الكراطه على راسو نيشان، وهو الصراحه غير ساكت. هذه ايمان شيرات على عماد. ايمان شيرات على عماد بالكراطه. هذه شفناها حتى حنا. هادشي كيتسمى الوشايه، دينونسيشن، اللي هدفها ماشي هو الصلاح ولكن الإطاحة بالخصم باللي هي شخصية خارجة على السيطرة. هاد الوشاية كانت هي الضوء الأخضر اللي خلات الإنتاج يتدخل ويحيد الإيمان المهمة كعقاب، ولكنها كانت عقوبة انتقائية، حيث حتى حد ما عاقب كازا اللي كذبات على إيمان في موضوع اللائحة. الو، الله يخليك، عندنا واحد هو طلب الصراحة. الكوبل ديال طنجه في الحقيقه ما عندهمش اون اكسبيريونس باغابور شنو في السلعه اللي كيخصنا في الكوزينه، في الطياب، الخضره. اول سيمانه كان عندنا دائما اما الخضره زايده اكثر من اللحم او اللحم ناقص، او المهم كان داكشي ما هواش. فعندنا طلب انه اذا كان ممكن نبداو حنا نقادوا معاهم لا ليست، بحكم حيت حنا اللي غادي نتكلفوا بالطياب، دونك غنكونوا عارفين انه امين عندنا واحد الليست ديال موني ديال لي غوبا، بحال هكا نعرفوا شنو خصنا في الفطور، في الغداء مثلا، العشاء، الكوتي، ونبداو نعطيوهم شنو غادي خصنا في التقديم، وهما ديك الساعه يتكلفوا. انتو امين كوبل بوحدكم؟ غير انا وامين. لا شحال باقي عندكم من جوطه؟ 4. لا جوج. نورمالمون باش تفاوضي معاها غيكون خاصك 5 ديال لي جوطون، كتسهيل من عندي. ما عندكش 5 ديال لي جوطون؟ مول الحكام نقدر نسلف. حط جوج جوطونات ونجاوبك على هذا السؤال. صامش. حاجه اخرى قنعيها ولا تقنعك بيناتكم، فرضي على الراي ديالك، انا ما كندخلش في هادشي. صافي، يعني دابا مني ليها نيغوسي معاها. ما هي اللي كتقرر. صافي، شكرا مول الحكام. ميرسي بوكو. اش نقول لك، علاش ما نكذبوش عليهم ونقول لهم الحكام قال لنا سي بون نتصلوا معكم على الليست. صافي علاش جات تهضر شنو ما تقنع، ما تقطعناش، ما تصبرش.
بدا انت صافي كتثق فيك ما كتثق فيا بلا ما تقولي لها كنا صافي نعاونكم في العريس صافي نشاف. عماد راك باغي تصبين يلا الاخوان على السلامه نقدروا نعاونكم في لا ليست. واه كنشكروك امير على التضحيه اصلا كتبت لا ليست كنشكروك على التضحيه ديالك ماشي مشكل ديجا وجدتوها اليوم ابارتيغ ان شاء الله من غدا ان شاء الله ديك الساعه حنايا لا حنا غنقولوا لك من بعد الصوت طلب من نورة تلتحق بالغرفة المعزولة. بيان سور ما غرضاوهاش عليه ولا على خوتنا ولا على رجعنا. واضح نورا الفكره ديالك. اللي بغيت نقول لك هو انت يمكن ما كتعرفينيش ولكن انا كنعرفك مزيان. اي حاجه منقطه بطبيعه الحال داكشي علاش المسؤوليه بين يديك. سي فري ما كنبغيو حتى شي واحد تضرب قدام اي شخص كان ولكن هذه مسؤوليه ديالك. انت اللي كتسيري الدار دابا غادي تهضري معاها مرة مع مرة قدام كل شيء. الزوج ديالك ما عندوش الحق يتدخل. خاصك توبخيها باش تعرف الغلط ديالها حيت هذه مسؤوليتك وخاصها تعتذر لراجلها قدام كل شيء وكنظن حتى هذه مسؤوليتك. جوج نقاط اللي عطاوهم العقوبات الا كان الرفض. لا هذه مسؤوليه ديالك انت المسيره ديال الدار واي حاجه كيف قلت لك كتخاد بعين الاعتبار في التنقيط. اول حاجه خاصك توبخيها وتعترف بالغلط ديالها وتعتذر لراجلها قدام كل شيء وكيف قلت لك في الاول هذا الشيء امر. جوج النقاط اللي عطاوهم المانيا لطنجه عقلتي عليهم ياك؟ هادوك غادي تاخديهم غتحيديهم لطنجه وغادي يوليو ديال تارودانت. نورة ممثلة تارودانت خرجت من الغرفة المعزولة وهي حاسة بالسلطة اللي عطاها لها مول الدار. دارت محاكمة جماعية وحاولت تجبر إيمان تعتذر. هذه الحركة كتشبه للاستفزاز المباشر direct provocation، خصوصا أن العلاقة من بداية البرنامج متوترة بين إيمان ونورة. إيمان رفضت تناقش الموضوع مع جلاديها وهذا الشيء زاد من حدة الصراع وقالت لهم هذا الشيء بيني وبين راجلي. وهنا خاصني نكون واضح، العنف في القانون المغربي لا يتجزأ. إيمان ممكن جدا تولي متابعة قانونيا إذا اعتبر الزوج ديالها أو باقي المشاركين أنهم تعرضوا لاعتداء جسدي أو إهانة علنية. التصرف ديال إيمان وخا كانت مستفزة كيخليها في موقف قانوني ضعيف جدا، خصوصا أنه كل شيء مسجل أمام الكاميرات. وفي لحظة وصلنا لقمة الانحطاط فاش ممثلة تاونات تنمرات على الأسنان ديال إيمان بعبارة داك الصف د البلاستيك. انا والله قبيله الماكله ما قدرتش ناكل. سول والد قبيله فاش كنا كناكلوا من قبيله صافي تا هو دار فيا قال لي اش كيجيك صافي سال عليا هذا الموضوع. من جلسنا وانا كنشوف فيه كيقول لي مالك غير سايق كنقول له والله حتى زعما داك بقى فيا من بزاف د الحوايج وشنو هو اللي قال لي صافي سد عليا هذا الموضوع. فين كتعرفوا انت اصلا ها هو يكذبني. انا داك الميكا اللي دايره من الفوق غنخليها دير وحده اخرى من التحت. هاد العبارة هي سب وقذف علني كتمس بالكرامة الجسدية. هاد النوع من التنمر كيعاقب عليه القانون المغربي بصرامة، خصوصا أنه مسجل بكاميرا. واللي صدمني هو هاد الانقلاب في التعامل ديالهم ملي ولاو كيبكيو مع عماد هادوك نيت اللي كانوا كيهينوه البارح. هذا التضامن المنافق هو تقنية باش يكملوا اغتيال الشخصية ديال إيمان. إخواني باش نكونوا عادلين، إيمان غلطات. القانون ما كيعترفش بالاستفزاز كعذر للإعفاء من العقوبة. العنف اللي مارسته إيمان لفظي أو جسدي كيعطي المتضررين الحق باش يلجؤوا للقضاء، وهي حطت راسها في موقف قانوني ضعيف جدا، خصوصا أنه كل شيء مسجل أمام الكاميرات. ولكن هاد الشيء ما كيعنيش أن الآخرين ملائكة. هما استعملوا الاستدراج باش يخرجوا من إيمان هاد النسخة المعنفة اللي غتحطم مستقبلها. الدرس هنا إيمان خاصها تعرف باللي الكرامة كتحميها بالصمت والذكاء ماشي بالغوات والعنف. والمتسابقين الآخرين خاصهم يعرفوا باللي التنمر والتشهير بالأسنان أو الحالة النفسية ديال الناس هو جريمة كيعاقب عليها القانون ماشي مجرد لعبة. إيمان دابا ولات معزولة قانونيا وأخلاقيا بسبب أخطائها، وهادوك الخصوم دابا هما اللي كيتحكموا في المشهد. بغيتكم دابا كاملين تعطيوني رأيكم بكل تجرد في لي كومونتير. واش برنسيسة ضحية استدراج ولا هي اللي كتحمل مسؤولية تصرفاتها؟ وهل المتنمرين اللي كيعايروها بحادثة أسنانها خاصهم يتحاسبوا قانونيا؟ اللي متفق معايا باللي كرامة الإنسان خط أحمر يدير لايك للفيديو ويشترك في القناة أبوني باش نكونوا ديما صوت الحقيقة في وسط هذا الروينة. نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نشوفوا الحلقة اللي غتحدد مصير الكل.
تصبحوا على خير.